مساء الخير. وصفتنا كباب مشوي بالفرن. عندي هنا لحم مفروم بقري نص كيلو. طبعا أنا خليت اللحام يفرمني إياه مع اللية. البهارات ملعقة صغيرة بهار مشكل، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة ملح. عندي هنا حبة بصلة بنزل السوائل منها. طبعا جبت ملعقة وصفاية، والآن راح أنزل السوائل من البصل. شايفين كيف؟ الآن البصل بدي أنزله فوق اللحمة. وعندي هنا كمان البقدونس برضو راح أنزل السوائل منها وأحطها على اللحمة. ملعقة من معجون الطماطم، ونص كوب من الدقيق، ونخلط المكونات كلها مع بعض. شايفين كيف النتيجة؟ الآن بدي أحطها بالثلاجة لمدة 3 ساعات. طبعا لازم تكون اللحمة باردة، كل ما كانت باردة كل ما أعطتني نتيجة أفضل. بالخلاط حبة طماطم وحبة فلفل رومي أحمر، راح نخلطه بالخلاط. ونفس البصل والبقدونس أصفي الطماطم، أنزل السوائل كلها منها. شايفين كيف؟ الآن أحط الطماطم اللي بالصفاية أنزله على اللحمة. شايفين كيف؟ برضو نرجع نحطه بالثلاجة لمدة 2 3 ساعات. الآن أنا شلته من الثلاجة، وعندي هنا سيخ الكباب. طبعا اللحمة لازم تكون باردة جدا علشان تمسك في السيخ حق الكباب. شوفوا كيف النتيجة. طبعا جهزت صينية الفرن وحطيت عليها ورق الزبدة. شوفوا كيف طراوة اللحمة كيف، وعلى طول مسكت معايا في السيخ، لأنه اللحمة المفروم حطيته بالثلاجة لفترة طويلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كيف؟ طبعا أنا سويته بالسياخ السياخ الحديد، وعندي هنا كمان السياخ
خشبية برضو أو عواد خشبية، برضو سويت كمان اللحمة عليهم. شوفوا كيف اللحمة مسكت في السيخ علشان باردة. هذه هي النتيجة الممتازة. الآن بحطها بالفوق على نار هادئة وبضلنا أقلب وأحمرها على بال ما تشوي معايا كويس. عندي هنا مية الصلصة، حطيت عليها ملعقة صغيرة من معجون الطماطم. شايفين كيف؟ طبعا نحط كمان معاها ملح. عندي هنا خبز بدي أدهن الصلصة عليها. طبعا اللحمة وهي في الفرن لازم تقلبيها. وعندي هنا الصلصة الطحينية. شوفوا كيف النتيجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. بدي أحط أنزل الكباب. ما شاء الله ما شاء الله. والآن ألفها. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شوفوا كيف أنا شويت معها الطماطم وشويت معها الفلفل الرومي. شوفوا كيف النتيجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبالعافية عليكم.